السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم آلاء هشام، مدربة تنمية بشرية واستشارية علاقات أسرية. زوجها أفضل من زوجي، ابنها أفضل من ابني، بيتها أفضل من بيتي، شكلها أفضل من شكلي. المقارنات اللي دايما على طول بنحط نفسنا وأولادنا فيها، ما نعرفش إن احنا بنظلم نفسنا وبنظلم أولادنا معانا في المقارنات دي، لأننا ببساطة بنشوف مميزات الشخص بس. لما باجي أقارن طفلي بطفل آخر بشوف مميزات الطفل الآخر بس ما أعرفش عيوبه إيه. يبقى دايما المقارنات ممنوعة، والحسد سوء أدب مع الله. لا ترهق نفسك بالمقارنات، لأنه كلما اتسعت عينك ضاق صدرك. وارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، واشكره على نعمته تزداد. وثق تماما أنه لا يوجد على الأرض إنسان كامل، مفيش حد عنده كل حاجة، بس للأسف الشديد إحنا بس بنبص للمميزات غيرنا ففاكرين إنه هو عنده كل حاجة. بس لو دخلنا وتعمقنا في حياته هنشوف كم المشاكل وكم الحاجات اللي عنده. علشان كده بنرفض المقارنات. وثق تماما ان اللي انت عندك واللي بتملكه ده ممكن حد يتمناه ربعه في حياته. دايما يا جماعة خلوا قدامنا المقولة دي ونرددها بكل قناعة، وتأكد 100% ان كل حاجة بترددها بتحصل. لست أفضل من غيري، ولكني أملك قناعة قوية تجعلني أرفض مقارنة نفسي بغيري. يا ريت يا جماعة نبطل شغل المقارنات، نركز في حياتنا ومستقبلنا وحياة أولادنا، خليهم أفضل حاجة، نشجعهم ونقويهم. صدقوني كل واحد عنده مميزات كتير جدا، بس اللي يحفر هيوصل. سعيدة جدا كنت معاكم، دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.